يستعد نادي الهلال للإطاحة ب6 لاعبين أجانب من كشف الفريق، وذلك استعداداً للموسم المقبل 2025-2026. المعلومات المتوفرة لسودا فوت تشير إلى أن خط الدفاع الأزرق ستطاله التغييرات الأكبر في عناصره. البداية ستكون بالاستغناء عن الثنائي السنغالي في متوسط الدفاع عثماني ديوف وجونيور مندي. ديوف الذي لعب للهلال لأكثر من عامين يجد مستواه انتقادات واسعة من الجمهور الأزرق، أما مواطنه مندي فقد بدأ بشكل جيد قبل أن يتراجع مستواه بسبب الابتعاد عن المشاركة وفقدان نسق المباريات. الموريتاني خادم دياو لاعب الظهير الأيسر يتواجد أيضا على لائحة المغادرين بعد تراجع مستواه ونهج التمرد الذي اتبعه، كما أن الهلال سجل بالفعل لاعبا بديلا له هو الكونغولي إرنست لوزولو. وفي وسط الملعب ينضم الموريتاني المخضرم قاسوم فوفانا لقائمة الراحلين، حيث انتدبه الهلال الموسم الماضي لأداء مهمة معينة وليس كصفقة استراتيجية طويلة الأمد. وفي خط المقدمة استنفد التونسي الطيب بن زيتون كل الفرص لإثبات جدارته دون أن يتمكن من ذلك، ليكون أيضا على لائحة المودعين. ولا يبدو الحارس الإيفواري الشاب بويس فوفانا في مأمن، حيث لوح الحارس بورطة الرحيل في أكثر من مرة، بينما يقترب الهلال من التعاقد من بديل له، ويبدو الأقرب البوركيني فريد أويدراغو حارس مرمى فيتا كلوب الكونغولي. ويعمل القطاع الرياضي في الهلال برفقة إدارة التعاقدات في تسويق اللاعبين المغادرين سواء بالبيع أو الإعارة، وبالعدم إنهاء التعاقدات بالتراضي كخيار أخير.